السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بالخلطة. رهيبة الفراخ ديت، تنفع في العزايم في رمضان، وتنفع يعني كعشاء مستقل لحالها. وما شاء الله تبارك الله طعمها أكثر من رائع. ويعني انت بتحسي ان انت عاملة وليمة وانت بتعملي الفراخ دي، او انت حطاها مقدماها على المائدة بتاعتك. حاجة قيمة، حاجة فخمة، حاجة تشرف بجد يعني لما تكون محطوطة مثلا في وسط عزومة، في وسط أكل مهم أنت هتعمليه، أي لمة أي جمعة. بجد حاجة تحفة وحاجة من الآخر، يعني فاخر من الآخر بجد. طبعا الفراخ ديت اول واحد ما يشوفها كده بجد يحس برهبة كده شوية، يعني يحس ان هي ممكن صعبة، ممكن ما يعرفش يعملها، ممكن شغل كتير. صحيح هي ممكن تاخد شغل شوية، ويعني حركاتها كتير شوية، لكن هي مش صعبة ومش مستحيلة. واول ما تخشي فيها وتعمليها بتلاقيها انها هي كانت حاجة تافهة جدا جدا، وسهلة جدا وبسيطة جدا. هي بس ايه، بتاخد شغل شوية. ليه؟ لان انت بتتبليها وبتحشيها وبتعملي الحشوة وبعد كده بتطيبيها، فهي بتاخد شغل شوية، بس في النهاية النتيجة تستاهل يعني. لكن هي سهلة جدا وبسيطة. وقومي كده تنشطي واعمليها اول يوم في رمضان، وما تنعيش هم ان هي صعبة او مش هتعرفي تعمليها او اي حاجة من دي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت يعني لو من فضلكم تعملوا لايك عشان بيرفع الفيديو، ولو فضلا يعني تشتركوا في قناتي لو اول مرة تشوفوها. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنبدأ بيها الخلطة اللي احنا هنحشي بيها الرز بتاع اللي هنحشي بيه الفراخ يعني. هنحتاج بصلتين مفرومين، قرن فلفل، معلقة توم مفرومة، الكبد والقوانص اللي عندنا هنقطعها قطع صغير. هنشوح الحاجات دي كلها على النار، وبعد كده بنزل بالرز وافضل اقلب فيه واحمص فيه لحد ما يبقى لونه ذهبي، وازوده شوية مية صغيرين واسيبه لحد ما يستوي نص، يعني يبقى ناقص السوا بتاعه. هنيجي بعد كده هنجيب الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلناها ومسحناها ويعني صفينا المية اللي فيها ونشفناها كويس قوي. وهندعكها ببصلة مفرومة مع شوية فلفل وشوية ملح. هدعك الفراخ بتاعتي كويس قوي من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، لحد ما احس انها تبلت كويس قوي بالتتبيله بتاعتنا، واركنها على جنب. بس هتكون الحشوه بتاعتنا استوت، هسيبها لما تبرد. هبدأ بقى احشي الفراخ ديت، يعني فيها حتة مقطوعة عندك فيها مثلا في الحصة او تحت او في اي مكان عادي، ممكن بخلة بتاعة السنان تدبسي بيها الجزء المقطوع دهوت، وتحشي بقى الفراخ بتاعتك من تحت الجلد. وطبعا الرز يعني شبه طايب، يعني ناقص هو حاجة بسيطة بس. فما تخافيش ان هو هيفرقع او كده، لان احنا كمان مش هنسلقها في شوربة، احنا هنطيبها في الكيس الحراري. هندخلها الفرن في الكيس الحراري، فمهما حشتيها ما تقلقيش مش هتنفجر منك ولا هتفرقع. المهم ادخلي بالحشوة كويس قوي تحت الجلد، دخلي بصوابعك من يم الصدر ومن كل النواحي، علشان اما تطيبي الفرخة بتاعتك بالحشوة بتكون منفوخة كده وشكلها جميل. والحشوة كمان اللي بتبقى طيبة تحت الجلد دي بتبقى طعمها ألذ حاجة يعني بتبقى تشبه الحمام المحشي. الفرخة بتاعتنا ديت بعد ما حشيناها ومن ورا ومن الحصلة ومن جوه ومن تحت الجلد، هنفضها كده من الرز زي ما انت شايفة في الصورة، وبعدين هنقلب الجناحة لورا زي الحمام بالظبط. بعد اهم حاجة طبعا بعد ما احشيها ان انا اكتفها كويس من تحت، ولو معرفتيش تكتفيها امسكي الرجول وضميها لبعضها واربطيها باي حاجة. بعد ما خلصنا الحشو هنقفل الفتحة ديت ببصلة او طماطمايه اي حاجه عندك، بحيث يعني الرز ما ينزلش منها، او بيبقى شكلها اجمل يعني. ده كيس حراري اللي هو الكيس الكبير بتاع الديك الرومي، عشان ايه ياخد الفرختين سوا مع بعض. هتدخلي الفرختين في الكيس، وفي سلك كده بيبقى جاي معاه، هنقفل على الفرختين بالسلك ده. طبعا احنا نحطهم بشويش، لان الكيس ده بيتقطع بكل سهوله. جمدي قلبك كده وجربي، احنا يعني الحياة كلها علام
وانا عن نفسي ما بحبش اثبت على حاجه، بحب ان اتعلم اي حاجه اشوفها قدامي، احب اعملها واجربها، نفعت نفعت، ما نفعتش ما خسرتش حاجه. بس عندي حب ان انا كل حاجه جديده لازم احب اشوفها واجربها. ولازم الواحد يجمد قلبه، ما يبقاش راهب كل حاجة وخايف من كل حاجة. لازم يبقى ايه، يضحي عادي، نفعت نفعت، ما نفعتش مفيش، ما خسرناش حاجة. لان طول ما الانسان بيحاول وبيتعلم طول ما هيتطور وهيتغير. لكن الانسان ثابت كده في مكانه وماسك حاجات معينة وما بيتحركش عنها، ما بيغيرهاش، هيفضل كده زي ما هو طول الحياة وطول العمر. بعد ما دخلنا الفراخ بتاعتنا في الكيس وربطناها كده، هنخزوقها كده بسكينة عشان يبقى فيه ايه، الكيس ما يفرقعش مننا في الفرن، يبقى يتنفس من خلال الفتحات دي. في صينية طبعا هنحط الكيس بالفراخ، وهنجيب مية مغلية ونصب عليها لحد ايه تلت الصينية من تحت كده، وندخلها الفرن. هتاخد حوالي ساعة ونص في الفرن، هتستوي. وبعدين اديها وش، اشيل الكيس واديها وش وفي تحت الشواية، وتطلع بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. وخلطة الرز اللي احنا عملناها ديت، وطريقة الحشو ديت، وكل الطريقة الموجودة اللي عدت دي كلها في الفيديو مع الفراخ، ممكن نطبقها مع الحمام ومع الديك الرومي ومع البط كمان. فانت جمدي قلبك وجربي واعملي، وما ما تخافيش ما تقلقيش. في النهاية هتتعلمي حاجة جديدة، وفي النهاية هتعملي تجربة جديدة وطعم جديد. الفراخ كان طعمها رائع واكثر من رائع، وبجد كله كان مبسوط بيها وعايز نعملها لهم كل شوية. فاجربي وان شاء الله هتطلعي بنتيجة حلوة ترضيكي. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة والوصفة بتاعتنا. يا ريت بقى يعني نعمل لايك للفيديو اذا عجبكم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.